من قلب أرض الفيروز، من هناك حيث الرمال والبحر، تأتي واحدة من أشهر الأكلات التراثية في شمال سيناء، وهي اللصيمة، أو كما يسميها البعض فتة العجر. أكلة سيناوية أصيلة بتتحضر في الهواء الطلق، وغالبا في المناسبات أو الرحلات الصيفية أو السهرات على شواطئ البحر. مكونات اللصيمة بسيطة لكنها مليانة نكهة. المكونات الأساسية: العجر، بطيخ صغير مش حلو أو مش مسكر، بيتشوي في النار ويمكن استبداله بالبتنجان أو الكوسة. طماطم، فلفل أخضر، توم، زيت زيتون سيناوي، ملح، جرادة. وبتحضر معاها خبز بدوي كبير بيتسمى أو بنسميه اللبة أو الجرصة، بيتخبز في الرماد. أول خطوة في اللصيمة: بنولع نار الحطب الهادئة، ثم نضع العجر أو البتنجان أو الكوسة فوقها، وفي نفس الوقت بيتعمل عجين ويتحط الرمل السخن الرماد، وبعد كده بنحط العجين اللي احنا عملناه أو الجرصة. أيوة، بيتدفن في الرمل وبيتغطى بالجبر لحد ما يستوي. بعد ما العيش أو الجرصة تطلع من الرماد وتستوي، بتتقطع قطع صغيرة ويتخلط مع البتنجان أو العجر أو الكوسة والطماطم والثوم والفلفل والجرادة والملح، بيتقلب كله مع بعض، وفي الآخر زيت الزيتون السيناوي. وهنا بيبدأ السحر الحقيقي. اللصيمة مش بس طعم، دي روح. أكلة جماعية لازم تتعمل وسط ناس وضحك ولمة حلوة، عشان كده طعمها مختلف تماما. لو عمرك ما جربت اللصيمة لازم تجربها، واكتبولي في الكومنتات تحبوا نجرب أكلات سيناوية تانية.